بيزنس ولا كرييتر ولا بيرسونال، وايه الفرق ما بين كل واحد. هنبتدي نظبط البايو واللوجو وكل الحاجات دي سوا. اول حاجه هندخل على السيتنجز بتاعه انستغرام، هنشوف الاكونت بتاعنا اللي احنا عملناه معمول ايه، خليه على الكرييتر اكونت. فخلينا نسويتشه دلوقتي البيزنس عشان نشوف الفيتشرز اللي هتبتدي تظهر لنا. انا كبزنس اكونت اول حاجه مهمه قوي ان انا البايو بتاعتي تبقى كلير قوي. انا بعمل ايه السيرفيسز اللي انا بقدمها، سواء برودكت ببيعه او سيرفيس اونلاين، لازم يبقى واضح جدا في البايو. فهو مكتوب انه براندنج واديتنج وكونتنت كريشن. ان اليوزر نيم بتاعنا كل ما كان في البرودكت او السيرفيس اللي احنا بنقدمها كل ما كان احسن. فالاصح لو هي سوشيال ميديا ايجنسي نكتب جنب النيم، هنعمل داش مثلا ونكتب سوشيال ميديا كونسلتنسي. فمهم قوي ان احنا نخلي النيم بتاع البيج، لو مثلا هنا مكتوب ماجنتا سوشيال ميديا كونسلتنسي، مش اليوزر نيم، النيم ذات نفسه، لان ده اللي بيبقى سيرشبل على انستغرام. انستغرام بقى فيه ابديت ان احنا نقدر نزود اكتر من لينك. الصح ان احنا نحط الويب سايت بتاعنا لو عندنا فيسبوك بيج او بنتكلم عن براند ديلز وحاجات كده، ان احنا نبعت دايما ايميل للاول، حتى لو هنتكلم على واتساب او على تليفون بعد كده. فمهم قوي ان احنا نبقى حاطين ايميل للبيزنس بتاعنا.